فوزه على الفريق النصراوي بهدفين دون مقابل. فالنصر في ظرف أسبوع يخرج من بطولتين الجمعة الماضية أمام الهلال في مسابقة كأس موسيدي ولي العهد، وهذا الأسبوع وهذا اليوم بالتحديد أمام العربي الكويتي في كأس الاتحاد العربي لكرة القدم. كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن للأسف لم يقدم السيد كارينيو ولا اللاعبون ما يشفع لهم بالفوز من خلال هذا اللقاء، أو حتى أيضا تسجيل هدف أو إدراك التعادل. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. ألف مبروك للفريق العربي الكويتي، وحظ أوفر وهارد لك للفريق النصراوي. للأسف نشاهد الآن أحداث مؤسفة بعد نهاية هذه المباراة تظهر لكم على الهواء مباشرة الآن. تدخل رجال الأمن لفك الاشتباك الحاصل بين بعض لاعبي الفريق العربي الكويتي والفريق النصراوي. نشاهد الآن معكم السيد كارينيو مدرب الفريق بعد نهاية هذه المباراة، ويدخل إلى غرفة الملابس، وربما هناك يعني أعتقد أن هناك اشتباك، وممكن تكون هناك لا زالت الاشتباكات حاصلة. نتمنى لا نشاهد مثل هذه اللقطات، ونبقى في الأخير أخوان وأشقاء في دولة واحدة وفي خليج واحد. الكويت والسعودية تعتبر دولة واحدة، ولا نتمنى أن نشاهد مثل هذه اللقطات، لكن للأسف دائما بطولاتنا العربية لا تخلو من مثل هذه اللقطات. نشاهد الآن الجماهير حاضرة في مدرج الملعب. نعود لضيوفي الكرام ونترك هذه اللقطات وهذه الأمور للمختصين في رياضتنا في الاتحاد العربي لكرة